السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. زي ما انتوا شايفين كده هنعمل مع بعض بقى شوية كده مكرونة بالصوص الأحمر حكاية، ولا البطاطس الجميلة دي المتبلة الرائعة اللي طعمها يا جماعة يجنن. اول حاجة هنعمل المكرونة بتاعتنا بالصوص الأحمر، فهستخدم معايا كده كيس من الصلصة اللي مخزنها في الفريزر، ومعلقة كده صغيرة من التوم المهروس برضو مخزناه عندي في الفريزر، ومعايا كده كيلو من المكرونه اللي هي المعوجه دي. اول حاجه هجيب حله كده على النار، هحط حله كده على النار واحط فيها معلقه كبيره من الزبده او السمنه ومعلقتين كده من الزيت. اول ما يسخنوا هبدا انزل فيهم التوم بتاعي كده المهروس، واشوحهم كده مع بعض. انا مش عاوزه التوم ياخد لون غامق قوي علشان ما يمررش معايا الصلصه بتاعتي. تقلبتين كده 3 زي ما انتوا شايفين كده. اول ما يبدأ ياخد اللون الذهبي الجميل هروح نازله عليه على طول بالصلصه بتاعتي، واحط التوابل بتاعتي عباره عن ملح وفلفل اسود وبهارات 7 وكزبره وكمون. وانزل بقى كده بالطماطم بتاعتي واحط التوابل بتاعتي برضو، وهسيبها بقى لحد ما الصلصه بتاعتي تتسبك مع نفسها كده. كده هو هنزل وحطيت كمان شويه كده من الجنزبيل كده هو زي ما انتوا شايفين، وهسيبها بقى عشان تتسبك على ما نسلق المكرونه بتاعتنا. هحط حله على النار فيها ميه، وهحط فيها شويه كده من الملح الخشن، وهسيبها على النار لحد ما تبدا تغلي معايا عشان نعمل بقى البطاطس بتاعتنا الجميله المتبله الرائعه اللي بدون ما تقليها في زيت وتستخدمي كميه زيت كتير عشان تطلع معاكي مقرمشه وحلوه. انا كده جبت البطاطس قطعتها بالطريقه دي وغلت لها كده براد ميه، وحطيتها في قلب الميه السخنه دي وغطيت عليها وهسيبها لمده ربع ساعه لحد ما تبدا ان هي تدخل كده في سوا. طبعا كده التسبيكه بتاعتنا بتاعت المكرونه كده اتسبكت وبقت زي الفل زي ما انتوا شايفينها كده. هبدأ بقى، وكمان المكرونة بتاعتي اتسلقت، هشيلها كده من المية السخنة وابدأ اسقطها على طول في الصلصة. شايفين جمال واللون اللي يفتح النفس. طعمها كان جميل قوي يا بنات، وكمان ريحتها حلوة جدا. انا من عشاق المكرونة، بحبها قوي قوي. بحبها وهي كده في الصوص كده، اطلع منها واكل كده من غير ما تكمل سواها لسه. كده البطاطس بتاعتي بعد ما عدى عليها ربع ساعة في المية المغلية دي هطلعها بقى، هصفيها واشطفها كده بشوية مية سقعانين. ومن الافضل يعني ان احنا نحطها كده على حتة قماشة او فوطة مطبخ وانشفها، لكن انا مش هنشفها، انا هستخدم على طول عشان كنت مستعجلة. آه هنزل بقى عليها بالتوابل بتاعتي، نفس التوابل اللي حطيناها على المكرونة. حطيت ملح وفلفل اسود وكمون وكزبرة وجنزبيل، وطبعا الملح وبهارات 7. لو عندك بابريكا برضو هتحطي، او بصل بودر وتوم بودر لو متوفرين عندك. انا ما كانش متوفر عندي. وهقلبهم كده كويس مع بعضهم، اظبط الملح بتاعي، هقلب كده كويس مع بعض. وبعدين كيس الفيجيتار اللي احنا هنستخدمه ده موجود فيه توابل كتير، وهو اصلا لوحده كفايه بيديلها نكهه حلوه جدا. معايا كده كيس من الفيجيتار، هو حار، فيجيتار الحار، و والحراره بتاعته كده او الحامي اللي فيه كده عاطلها طعم جميل قوي. افضيه عليها كده، وكمان هحط معلقتين من الدقيق ومعلقتين من الزيت، معلقتين 2 بس من الزيت. وهقلبهم كده او هخلطهم او احطهم في علبه بغطا كده، وهبدا ان انا ارجهم في بعض، اقلبهم، اخلي البطاطس تتغلف كده بالدقيق وبالفيجيتار. شوفوا كميه الزيت اللي استخدمناها قد ايه. بس يا جماعه هي ديت اللي هتطلع معايا البطاطس احلى بطاطس، احلى من المحمره كمان. انا بقى كده هاخد الصينيه ديت كده واحطها فوق الطبق واقفل عليها وافضل بقى اقلب
اقلب في البطاطس بتاعتي كده عشان اغلفها كويس قوي. لو وصلت لحد هنا ولسه ما حطيتيش اللايك، متنسيش بقى تحطي لايك وتشتركي في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد. وبحب جدا اقرأ تعليقاتكم الجميلة اللي بتكتبوها لي تحت في الكومنتات. بيسعدني جدا ان انا اقرأ كومنتاتكم الجميلة. هبدأ باخد البطاطس بتاعتي في البايركس كده وارصها جنب بعضها كده زي ما انتوا شايفين. وطبعا انا مشغله الفرن بتاعي عشان يسخن قوي. انا حطيتها في فرن البوتاجاز، لقيت ان فرن البوتاجاز هادي و مش هينجز معايا يعني، فشغلت الفرن الغاز على طول وحطيتها فيه زي ما انتوا شايفين كده. بجد كانت ريحتها جميله جدا وطعمها روعه. هتجربوها وتحكموا بنفسكم. بس شايفين بقى، شايفين بقى الجمال والحلاوه دي. بس انا اقول لكم على حاجه، انتوا تسلقوها احسن، يعني انتوا تسلقوها عشان تطلع معاكم مستويه كويس. شايفين بقى المكرونه بقى بتاعتنا، شايفين الجمال والحلاوه، شكلها بجد يفتح النفس. وشايفين لونها الجميل ده. لو لسه ما حطيتش اللايك اوعي تنسي تحطي لايك وتشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس. مستنيه اقرا الكومنتات بتاعتكم. شويه مكرونه بقى تحفه وجميله جدا جدا. وقدمت معاها البطاطس ومخلل بقى وسلطه خضراء واديله. وشوف البطاطس، في واحده على فكره البطاطس اللي انا مقطعاها، في واحده مستويه قوي وواحده مش مستويه، فانت بديلها سلقه احسن. وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص. مستنيكم بفيديو جديد. مع السلامه.